الله سام خير يابا. ميكروباص هي؟ شو اللي ميكروباص؟ ايه يابا اللمه اللي انت لممها لي دي يابا؟ خير. وشو لما طالعين رايحين احنا مشوار وجايينك، شو الموضوع؟ بس انا مش مديها لك انا ان شاء الله عشان تفسحني الخامه اللي معاك وتقعد. يا ليل ام السالفه. لا لك بديها لك تروح بيها البيت وترجع من البيت، مش جاي تتفسح لي على قفايا هنا يابا. وبعدين مش انت اللي بتسوق ليه ان شاء الله؟ بس هو يعني الصلحي قال يا اخويا فين؟ بترزرز لي اوه يلا يا اخويا يلا يا اخويا فسحني، روح فسحهم بنت الحيوانات راكبين توك توك يا اخي. يلا نحترم النعمة اللي معانا، نحترم النعمة ونحافظ عليها. يلا يا اخويا سم نديهم الحاجة والاهمال ومش عارف ايه وكده. بطفيها يا اخويا، بطفيها انا ان شاء الله. طول فترة ذبحت كوريلا. ايوه كورونا يا اخويا عشان انت راكب لامبورجيني يعني. امشي يا اخويا اتكل على الله. صباح الخير ابو منو؟ سلمان. ونعم ابو سلمان ونعم. تفضل تفضل. وباقي انت ابو يوسف كمله وخلاص. والله. صباح الخير ابو فاضل. شغلت الفحم؟ اي اشوف. ورينا البخور يا ريت. هتولعوا منين انتوا لما كانش معانا ولعه؟ اهو شفت عملت لكم فايده ازاي؟ ما شاء الله عليك. لا وكل يوم شكل من ولاعات. انت كم ولاعه عندك في البيت؟ انا عندي هوايه جمع الولاعات. مالكش دعوه انت يابا. عيب، هذا الشيء مو كويس. انت بقى عايز اوريك بقى الشيء فعلا مو كويس. قوم ورايا قوم ورايا. اوريهم. هات الولاعه دي. امسك. ما شاء الله ما شاء الله. امسك. صل على النبي. صل على النبي. تبخر. ما شاء الله ما شاء الله. امسك. صلوا على النبي يا جماعة. صلوا على النبي يا جماعة. ها ابو فاضل كيف الريحة؟ طيبة جدا. اكيد. ترى انت محاسب على هذا الكلام. طال عمرك ما يحتاج ايه على طول. لا اله الا الله. إيه، لأنه يقولون الشيبان يقولون إن إذا نشقت بالعود إيه ما كحيت ولا حاجة معناته أهم شيء ما يحشر يعني. ما شاء الله تبارك الله. هذا طال عمرك دقة العود. هذا نفس العود الماروكي المحسن، ولكن يجيكم بهذه دقة العود. دقة هذه تعرف أكثر شخص يعني أو أكثر ناس يستفيدون منها. هذا اللي يستخدم العود يومي. عرفت اللي كل يوم لازم كذا، بدل ما تحط لك واحدة وتقعد تتبخر وتتركها تبخر على طول، على حجم صغير تبخر عمرك كل يوم وتتوكل على دوامك، على شغلك، على كذا. عرفت؟ في ناس بتتبخر كل يوم. اي في ناس تتبخر كل يوم. مصدوم ليش؟ كل ما يقوم من النوم مثلا يجي طالع يحطه كل يوم زي العطر لازم يتبخر ولازم كذا بعدين يطلع. ده انا بغسل وشي بالعافيه. بس صرح شعري لما كنت رايح مشوار مهم لازم. هذا بالنسبة لك. الناس النظيفة والناس كذا لا تسنع عمرها. عندي ما شاء الله تبارك الله، إذا تذكرون سويناه قبل هالفترة زي هذه دقة العود لما كنا في القاهرة في مصر. ما شاء الله تبارك الله نفذت الكمية على طول. ما أعرف الناس حبوا الموضوع، حبوا الحجم هذا الصغير، لأن هذا بيوفر عليك ترى. لأن إذا صارت استخدام يومي، أنا أتكلم لك استخدام يومي مثلا، تحط واحدة كبيرة وكل يوم انت تتبخر شوي بعدها تتركها تدخن، فهذا بعد هذه لا تبخرك انت. شوف تبخرك انت وتسنع امورك. ولا هذا نفذ يوم انه في مصر، والحين وفروا لكم عرض صفقة العود. طبعا صفقة العود اللي هي دقة العود، هذه صفقة يقول لك طال عمرك 80. ال80 هذول طال عمرك. طبعا هذه شوف 80 تجيك
علبتين. نعم. هذه علبة كبيرة، مو بهذا اللي عندهم في الفروع، هذه ثمن. نعم. اللي في الفروع هذه شوفها كبيرة ما شاء الله عشان تبان. اللي في الفرع تجيك صغيرة اللي فيها 4 وقيات. هذه العلبة الواحدة فيها 8 كيلو. تجيك هذا واحدة وهذا 2. تبي تاخذها كذا، حط لك واحدة في بيتك، واحدة اعطها الوالد، واحدة في بيتك في المجلس، وواحدة وديها المسجد اللي في حارتكم، وخلي الناس تبخر، وكل أجر لك واحدة لك ولوالدين. واحدة للاستراحة على حسب احتياجك وعلى حسب وين ما تبي تودي. حلو. الحين نجي حق العرض حق الثمنين. هذه ثمن وهذه ثمن. صفقة ما شاء الله. شوف إيه بس هذا شوف بالكمية عشان تعرف كمية العود ما شاء الله اللي بتجيك. تبخر عمرك، تزبط عمرك، تخلي ريحتك طيبة إن شاء الله. هذه ثمن وهذه ثمن، الثمنين في باكج واحد. صفقة اللي هو دقة العود حلو. المروكي بتكون طال عمرك 299 ريال. الثمنين الضريبة والتوصيل. نعم. الثمنين 299 ريال شامل الضريبة والتوصيل. يعني الثمن يطلع عليك تقريبا 150 ريال. نعم. ثمن كيلو. نعم. مو بوقية ولا وقية. ثمن. نعم. ثمن كيلو ما شاء الله تبارك الله، واصل لك إلى باب بيتك. إن بغيت تقصد تقدر تقصد. وإذا بغيت تقصد تقدر تقصد. دقة العود من العود المروكي. نعم ما شاء الله. شوف المحسن. لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايش؟ ابا ريان. ونعم والله الحمد. بدون لازم بعدين اشوفك اليومين كلش شماغ على راسك. شلون على ابو ما تبي ما بس هي ابو بس يعني هو بالعاده يعني طاقيه انا لا الحين الابو لازم يلبس شماغ. ايه عشان لانه ابو وهو. ايه خلينا نستريح. استريح شوي يا بنتي. بطاريتي واسعه اهو يلا. لا بس من عشان اتفاهم مع ولدها. ماشي. ما كلمك ابو علي ولا شيء. على نسيت. على الجمس. لا والله ما كلمني. ما كلمني. يمكن هون يعني يمكن. شلون هون بقى؟ اقول يمكن انا بعد لا ما يعني هو قال تام علي من الهزيم لزمه يعني ما يهون. وعلي الرجال ما يرجع بكلمته. اي ونعم رجال في كل الحالات. بس ما يرجع بكلمته ابو علي. هو يعني يمكن ان انا يعني هو اخذ طلبي يعني يوم طلبته انا انه يعني كنسل الموضوع. يمكن انه قال خلاص يعني ما حب يكسفني. لا ما قال ما يكسفه. كل ما يكسفه هذا كسفك. انا عندي مشكله. اهم شيء يجي الزبده انه ما كلمني يخلص علي انت. لا ابيك موضوع عائليه. ها؟ ابيك موضوع عائليه. تحبش؟ احب المواضيع العائليه. ولما اجي اتدخل مواضيع تقول انت من يا باقيات. اخوي انت بتحشر نفسك من غير ما حد يقول لك اتدخل. احنا قلنا عائليه يعني ما قلنا عادي يا اخويا يعني عيلتي مش عارف ايه. يا اخويا اتكلم يابا. قل لي ها سام عامر. انا عمي. ها؟ عمي ابو المره. ايه جاني قال يبي شو اسمه يبي ذي حق ماما حق بنته لا لحم. ايه هي يبي بنت حق لحم. شنو؟ اي يعني شنو يعني عمك يبي لحم انا ايش دخلني؟ لا حق الفنفسيه. ها؟ حق الفنفسيه. ها؟ حق الفنفسيه. النفاس. حق النفاس. وبعدين ايش دخل عمك بموضوع النفاس؟ عمي ابو الماره. ابو المرض اسمه عمي. اي عندنا اسمه ابو المرض. احنا ابو المدام نسميه عمي وامها عمتي. طبعا هذه على حسب المناطق يعني اهل الرياض يسمونه خالي. خالي. اي هذه عرفت. لخبطوا العيله ببعضها ليه؟ اسمه حمايه وخلاص. لا هو هذا حلو. عمك يبي نفاس. ايه يبي عادي قال يطلع يبي لحم. اي وانا قلت لحم مو موجود عندنا في الناخل عند ولد عمي عنده حوش. انت ابد يعني انت مو بناوي تصرف على الولد باي شكل من الاشكال؟ انت ليه اساسا؟ انت مغام عم. لا يعني لا حقيقه مسوي له.
لا نفاس مدري هذا حق امه مسوي له. لا وش انت جايب؟ ليش انا جايب ومسمي باسمك ليش؟ لازم دبر بريان دبر بريوني. بكره انا اقول له انا ما سويت شيء سواه عمك. يحس انه عنده عم، عنده غيمه، عنده عزوه. هو بيحط غيمه لعمه وبينسفك انت. حط غيمه لنفسك انت، خلي يقول ابوه سواله. هو عارف انه بكره انا بجيب اقول له انا ما عندي طرار. عارف بعدين بيعرف مستقبلي انا. هو مستقبلي هو عارف. بقول له من الاخر شنو يعني نبي حق النفسيه ناخذ من الحوش. لا الحوش خلص، هذيك خلاص طلعتك امس كلها قضت. لا باقي من الحسبيه ذي. حسبيه؟ وش حسبيه؟ اقول لك خلاص طلعت من ذمتي. ما قلنا لك الحين انتم توديهم تعطيهم اجر حق اجر. اي حق اجر كلهم. وانا باخذ بودي حق شو يسمونه حق ام ريوني. هذا اجر. ابو ريان. هذا اجر. اقول لك هذه طلعت من ذمتي، انا مالي حق التصرف فيها، انتهى الكلام. وبعدين يعني انت ملزوم عيلتك هذه الحين انت ملزوم فيها، ملزوم تصرف عليها. وش اللي قاعد تدور لك انت في كل زاويه احد هذا؟ يعني الحوش عندك حوش وكذا. خليك كريم، الله اذا زادك وعطاك واكرمك ترى انت تثاب اذا اكرمته لبيتك. يعني راح اشتري بيها اودي البيت. ايه مستغرب اسوي لي خاصهم. وش قاعد اقول لك ما عندنا احنا هذول خلاص قضوا طلعوا من ذمتي. جات علي ايام. انت غير اسمك يلا، غير اسمك عشان انت داخل على ايام من ايام. داخل على ايام من ايام. لا بس هو الاسم انا مسميه حبيه. مو مسميه عشان غايب. بس انا دمنا ان عندك حوش كنا ناخذه واحد نودي لاجل. ما عندنا حوشان، ما عندنا ولا تطالع فيهم. امس راحوا جزء منهم واليوم كذا، بكره بعد بيكملون وبعد بكره خلاص ويقضون كلهم. جات علي انا. عليكم السلام يا مرحبا، الله يعافيك يا عمري، صحة وعافية. ها؟ مو بيوديهم ذيلي. هذا أجر إن شاء الله لك ولوالدينك. واجب مو بحق أجر ذا. وين؟ هيا الله أبو سلمان، شلونك يا عمري؟ حبيبي. ايوه بتوديهم حق أجر. صديق هذا حبيبنا والله. مطبوخ ما دام انه صديق ما يروح يودي حق اجر. عارف اقرب الدجاج. امسك قاعد اقول له يعني توديهم حق يعني حق الاجر. احترم نفسك والله اعطيك واحده مثل كذا كويس. لا من غير شده عافيه على خير. انت فهمت؟ شكلك فهمت غلط انت هذا. لا ما فهمت غلط، مطبوخه. يعني شنو يعني ان احنا طابخين وما بنوديهم لحق يعني احنا حراميه. محشوم يا ابو سلمان. عار يعني شوف قال لك انا محشوم روح. لا مو محشوم لازم اروح وياهم اشوفهم يوم يودونهم فيه ذيلي دائما هذول. انقلع راح هناك انقلع احسن لك راح. شان قال تعال بس طلع ولا انه ما ادري ايش قال لي تعالوا. انت صف نيتك انا مصفي النيه. انا مصفيه. شوف شكله. ونعم ابو سلمان ذا. وين الاجر ذا؟ شوف واضح. روح ابو سلمان روح. متاكد يا رب ده حق خير. اصل مستحيل يكون شرط واحد راح يعمل بيه خير، مستحيل. لا شرط خير ولا شرط خير، احنا بنتاكد بس. فما الله ابو سلمان، فما الله يا عمري، فما الله. لقاه ابو سلمان. شو؟ لقاه ابو سلمان. خرافين مطعمين. يا عمي صف النية. قلنا لك ما مصفيه النية مصفيه بس دام انه هو وياه ابو عباس اخوه. نعم والله ونعم.
ونعم لا بس اقولها وياه يعني بوس شاي شفناه مع بعض. والله وسم جنك توسم. لا ارفع يا لهوي، دي جديده دي جديده. اصلا تتحلطم. احنا واخدين على الشباشب بس يا راجل. الشخصية دي شخصية ايش؟ شخصية توبو بس الطقية